السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده هنعمل حاجة سهلة خالص وبسيطة بما ان الصيف دخل علينا، فهنعمل النهارده الايس كريم بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا جدا. طبعا الصيف بيجي، كبار وصغيرين بيحب الايس كريم، مفيش اختلاف عليه. النهارده هنعمل 4 اطعمة بطريقه سهله جدا وبطريقه موفره، وهيرمي معاكي كمان كميه حلوه قوي. لا هقولك بقى هاتيلي كريمه لباني ولا قشطه ولا الكلام ده، هنستعمل كل في الموضوع كله كيلو حليب. ده ساقع خالص مش حاجه عشان احط عليه النشا واحط عليه السكر. خليه كده دلوقتي. كيلو الحليب ده هستعمل عليه ايه؟ 3 معالق كبار نشا، تمام، وكوبايه ونص سكر. تمام، خليهم كده جنب بعض عشان خاطر نبقى ايه، حافظين الدنيا ما تتوهش مننا. يبقى النشا سكر 3 معالق على الكيلو، وكوبايه ونص. السكر دوت حسب الرغبه، عايزه تزودي عن كده معاكي تاني لحد نص كوبايه، عايزه تقللي ممكن تخليها كوبايه واحده بس عشان خاطر يبقى المقدار السكر بتاعه مظبوط. عايزه تستبدليه بعسل نحل شغال معاكي وزي الفل، عندك استعملي بيه. يبقى خلاص كده خلصنا النشا والسكر، دول اللي هحطهم على اللبن. عندي بقى ال3 مكونين دول اللي هنعمل بيهم الايس كريم. اساس الايس كريم لو هتعملي باي طعم انت عايزاه. انا عندي هنا 4 معالق كبار كريم شانتيه، و4 معالق كبار كريم باستري، و4 معالق كبار لبن بودره. ممكن تشيلي وتزودي زي ما انت عايزه، ممكن تعمليه بكريم شانتيه بس، ممكن تعملي الباستي كريم بس اللبن البودره ممكن تشيليه وتحطيه. انا حطاه عشان خاطر يدعم الطعم، عشان كان عندي. يعني انت لو جبتي كل دوت يعني ب5 جنيه ب5 جنيه ب5 جنيه، يعني كده 15 جنيه على كيلو لبن، هتعملي احلى ايس كريم. حلو. وعندي كوبايه اللبن ديت بره الكيلو، هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. اول حاجه هقول بسم الله، نخلي دول كده عشان دول هنستعملهم مع بعض. اول حاجه عندي هنا اللبن، هحط عليه السكر يكون ساقع، انا لسه ما حطيتوش على النار ولا حاجه، ويستحسن يكون لبن كامل الدسم، يكون بالقشطه بتاعته كده عشان خاطر يبقى دسم معايا زياده. واحط 3 معالق النشا. ثانيه اجيب المضرب كده وهو ساقع، ما ينفعش نحط النشا على حاجه سخنه عشان خاطر ما تكلكعش. هقلب حلو قوي. بصوا دابت في منت، تمام كده. دي هعمل فيها ايه؟ هرفعها على النار لحد ما تبقى عامله زي المهلبيه بالظبط. دي بديل الكريمه اللباني اللي هنعملها، اللي بتستعمل اصلا في الايس كريم. هرفعها على النار تربط، وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، خلاص كده انا حطيت اللبن والنشا والسكر على النار بضربهم مع بعض. دلوقتي بقى هعمل الكريم باستري مع بعض، هيتضرب زي ما بنضرب الكريم شانتيه بالظبط كده. لو مش عندك الكريم باستري ما استغني عنه عادي، مش هيقولك لا يعني. بسم الله. واحط كوبايه اللبن، بس كوبايه اللبن كده يبقى فيها حته تلج عشان خاطر تربط معانا الكريمه على طول. هضربها بالطريقه العاديه خالص. بسم الله. انا مش حاطه سكر، انا استكفيت خلاص بالكوبايه ونص اللي انا حطيتهم فيها. بسم الله. طبعا اللون المصفر شويه دوت من اللبن البودره. هضرب لحد ما يعمل القوام بتاعه يبقى تقيل، وهنرجع نكمل تاني. بصوا يا حبايبي، خلاص كده اللبن والنشا والسكر، بصوا القوام بتاعه بقى عامل ازاي، اللي هو مش تقيل قوي يعني، القوام بتاعه وسط، لان طبعا لسه الماء ما يهدى هيبرد شويه. دي انا هسيبه يبرد شويه على جنب. ومعايا كمان الكريمه ضربتها لحد ما بقت بالمنظر ده. بصوا عامله ازاي. خلاص كده التعليمات بتاعتها ان هي مسكت في بعض زي الفل. تمام. هسيب بس المهلبيه او اللبن يهدى شويه عشان ما احطوش على الكريمه وتفصل معايا. هسيبه يبرد شويه وبعد كده نيجي نكمل هنعمل ايه مع بعض. بصوا يا حبايبي، خلاص انا سبته هادي شويه عشان خاطر ما ينفعش فضلت ابرد فيه بالمضرب. بقى عندي بصوا نفس قوام الكريمه كده بالظبط. هبتدي انزل عليه بقى بسم الله وانا بضرب كده. بصوا القوام بتاع ده تقيل ازاي، تقيل خالص مش بيقع من على المضرب. هقول بسم الله. ثانيه اجيب بس السباتيولا انزل فيها.
بتاعه كده، المطه بتاعته كده، هو لسه على فكره اللبن سخن شويه، فاهمه انت؟ فانت لو ما استنيه شويه لحد ما يمسك نفسه. انا عشان مستعجله عشان خاطر بصور، فايه هضربهم مع بعض. هضرب فيه حوالي 5 دقايق كده لحد ما ادخله شويه هواء والقوام بتاعه يعلى مع الكريمه، وهنرجع بقى نشكل الاطعمه مع بعض. بصوا حبايبي القوام بتاعي بقى عامل ازاي. هو لسه كمان عايز شويه ضرب كمان. انا للامانه حطيته شويه كده في الفريزر حوالي 10 دقايق عشان يساعدني ان انا اضرب فيه. بصوا القوام تقل خالص ازاي، ولونه فتح وبقى هش خالص معايا. اديله ضربه كده كمان. بصوا بقى عامل ازاي القوام بتاعه، زي الكريمه بالظبط. بسم الله. بصوا حتى بينزل، لازم اهزه جامد عشان خاطر ينزل. خلاص كده هنبتدي نقسم بقى الخليط بتاعنا. عايزه بقى النكهات دي براحتك انت. انا مثلا هعمل الاول بالفانيليا طبعا، بالزيتونه. بسم الله. في بوله تانيه كده. بسم الله. بصوا القوام بتاعه طبعا لسه هيتماسك. تمام كده. ده كده هحط له الفانيليا. عايزه بقى فانيليا سايله، فانيليا بودر، اللي تفضليه كده. انا هحط البودر وهديها ضربه صغيره. بس اصلا انت كل ما بتضربي فيه من الكريمه والكريم بس كل دي مواد ربط معاكي، وهتديكي المطه ومش هيبقى فيها الجرشه بتاعت التلج اللي بتبقى موجوده. عندي بقى هنا عندي علبه، اي علبه عندك. بسم الله. بصوا القوام بتاعه، اللي قليله على العلبه مش مهم. ننزل كل ده. بسم الله. تمام كده. ده كده بقى عندي بالفانيليا. ممكن احط له شويه بسم الله. طب هعمل طعم تاني. بصوا حبايبي فضيت كميه كمان. ده هعمله بالاوريو. عندي بسكوت اوريو هنا مكسراه كده ايه قطع كده صغيره. بصوا كده. بسم الله. ده اقلبه بقى. انا عايزاه يبقى مجروش كده، في حته الاوريو فيه باينه. والكميه دي براحتك، عايزه تحطي كتير. نعم يا كوكو. حاضر يا بابا. يلا عايز ينزل. متنسوش بقى تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هجيب علبه كمان بعد اذنك يا كوكو. دي عندي انا هعمله يعني الكميه بتاعتي هتعمل على 3 علب محترمين، عشان العلب دي طلعت كبيره. فاكراها صغيره هتعمل معايا 4، بس نعمل في فيديو تاني الرابع. هنعمل بقى اللي هو بالشوكولاته. عندي كده معلقه صغيره من الكاكاو الخام. تمام. ممكن تحطي نسكويك لو عايزه الكاكاو المحلى. وعندي هنا معلقتين كده 3 حلوين من النوتيلا اللي انا عاملاها في البيت كده، عشان بتعمل الطعم تبقى ايه يعني شوكولاته يعني. طبعا مش بالمضرب. لا نديها ضربه بالمضرب اسهل، هيسهل علينا. بسم الله. بس كده زي الفل. لو عايزه تزودي تاني ممكن ازود حته نوتيلا كمان، ولا خلاص كفايه. اجيب بس السباتيولا انزل بيها ده. بصوا اللون بتاعه وريحته مش قادره اقول لكم عامله ازاي. الكريمه مع الاضافات اللي احنا حطيناها كلها مديها نكهه حلوه قوي. بسم الله. عايزه بقى تحطي شويه بندق مجروش فيها،
هيبقى زي الفل معاكي. عايزه تدعمي الطعم كمان بشويه كاكاو ماشي شغال. انا حطيت شويه نوتيلا، ممكن تحطي دانت اللي هي بتبقى بره ديت، ممكن تحطي ايه تاني، الكاكاو المحلى. هفضيها في علبه وهرجع لكم نقفل الفيديو مع بعض. بصوا حبايبي كده انا خلاص كده تمام. ده عندي هنا صوص شوكولاته، وكان عندي شويه فستق كده من رمضان على شويه بندق، حطيتهم على اللي هو الشوكولاته كتدعيم للطعم، يعني مش عايزه ما تحطيش عادي خالص. وعندي هنا الاوريو برضو، حطيت شويه بسكوت اوريو كده من على الوش برضو هيدي طعم حلو. وعندي الفانيليا حطيت شويه شوكليت شيبسي كده يغنوا الطعم معايا. هحطه بقى في التلاجة مش اقل من 6 ساعات، لازم يتحط في التلاجة ويستحسن لو ليله. وبعد ما يطلع هوريه لكم بقى واشوف النوعيه بتاعته. استنوني ما تروحوش في اي حته. بصوا حبايبي انا سيبته حوالي 6-7 ساعات كده في التلاجة، طلع بالمنظر ده. بصوا منظره يعني يتحدث عن نفسه. نفتح كده اول واحده. تعالي نفتح الفانيليا الاول. تعالي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تسيبيه اكتر من كده سيبيه، بسم الله. بصوا المنظر بتاعه ما شاء الله. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، كريمي خالص، لا فيه جرشه ولا فيه حاجه. بجد لو جربتوه هيعجبكم جدا. بسم الله. شايفين المطه بتاعته؟ بصوا لما ابتدى يفك شويه كده زي الفل. تعالوا كده نحط بقى الاوريو برضو نفس النظام. بسم الله. كده انتي بقى هشكلي في النكهات ان شاء الله. الفيديو الجاي هعمل لكم النوع التالت اللي كنت عايزه اعمله وما نفعش ان انا اعمله، ما قضاش بصراحه، العلبه طلعت كبيره وانا كنت عايزه ايه املاها. طيب بقى نعمل القنبله دي بالبندق بقى وكده. بصوا المنظر كريمي خالص، مش مفهوش اللي هي التلج المكروش ده، مش هتحسي بيه خالص، مفهوش اصلا. بسم الله. طبعا عايزه قلتلك الكاكاو تحطي يا اما كاكاو خام، يا تحطي نوتيلا، يا تحطي اللهم صل على النبي نسكويك. بصوا المنظر. نحط حته كمان نتوصى بالشوكليت. بس كده هرص الاطباق بس وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي انا كده خلاص خلصت الوصفه بتاعتي. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، يبقى فيديو خفيف كده ولطيف عليكم. انا حطيت عليها هنا الشوكولاته زي ما حطينا في العلب بالظبط. الفانيليا حطيت لها شويه شوكليت شيبس، وهنا شويه فستق على الشوكولاته، وهنا صوص شوكولاته. حابه تحطي مش حابه مش حابه ما تحطيش عادي خالص. ده ايس كريم اقتصادي وسهل كده وطعمه حلو جدا. اتمنى ان شاء الله يعجبكم، واستنى منكم بقى الدعم وشير واشتراك في القناه. واستنوا ان شاء الله كده نعمل كمان ايس كريم الفاكهه برضو بطريقه سهله وبسيطه خالص، ومن الفاكهه البيور، مش هنحط لها اي اضافات، وهيطلع معاكي زي الفل. استنوني بقى في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.